مستعدين لما نقابل ربنا ويسألنا كلكم وانا منكم، كم قلب كسرتوه؟ كم قلب وجعتوه؟ كم قلب بكتوه؟ كم قلب اتعشم فيكوا وكسرتوا بخاطره؟ كم قلب ظلمتوه وقلبتوا الترابيزة عليه وحسستوه ان هو الظالم؟ كم قلب حاول يثبت براءته عشان هو مظلوم وعشان هو الصادق وانتم كاذبون؟ كم قلب اتعشم ومسك فيكوا عشان تجبروا بخاطره ونام مكسور الخاطر منكم؟ ده طبعا اهم عند الله من المظهر اللي كل واحد يقول الست ما تحطش مصاحيك، الست ما تلبسي، زي ما يكون محسسنا ان الرجاله ولا مؤاخذه حيوانات والشهوات والغرائز هي اساس الراجل مع الست. طب تمام، بس كل راجل بيعامل الست تبع هي عايزه ايه. عايزه احترام بيعملها باحترام، عايزه انحلال بيعملها بانحلال. يبقى اذا في الاخر الرق على المرأة. ما تجوش انت بقى تحسسونا او تفهمونا ديننا غلط. الدين افعال، وكل ست بتحترم نفسها بتجبر اي راجل على احترامها. ربنا سبحانه وتعالى لما بيحب حد بينور بصيرته، ولما بيكره حد بيجعل على أعينهم غشاوة وعلى قلوبهم وعلى سمعهم غشاوة فهم لا يبصرون. في كتير مضللين في الأرض يدوروا على لا مؤاخذة خرى المجتمع اللي ريحته وحشة ويمجدوه، دول اسمهم المضللين في الأرض. بينشروا الفجور بضلالهم للناس المنحلين طبعا في المجتمع في السوشيال كلها. انا عايزاكم نصيحة لوجه الله، اكسبوا الاخرة وانسوا الدنيا. ما هو مش باللبس، يعني واحد يقولك ايه انا هلبس نقاب وهربي ده عشان ابقى زهدت الدنيا، لا، عشان تكسب الاخرة اكسبها بالصدقة اللي هتطلع من بقك، بالتعامل والرحمة اللي هتعامل بيها الناس، بالطبطبة بالحنية، لان ديننا اسمه دين الرحمة. ربنا ادانا امثال ودخل سيدة الجنة لما اطعمت او سقت قطة. يعني بيقول رسالة ربنا لعباده ان ديننا دين الرحمة. عدوا الامتحان لانه هيبقى سهل مع الرحمة، هيبقى سهل مع الرحماء في الارض.